رمضان جه، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه الشهر الكريم. وعايز اقول نصيحه يا جدعان، يعني اللعبه مش هتطير. رمضان هو اللي فترته قصيره، فلو انت بتتشغل بحاجات كتيره جدا، يعني مثلا زي لعب وفرجه ومش عارف ايه، عن ان انت مثلا يعني تعمل حاجه في رمضان مختلفة، أحب أنصحك يعني كل حاجة إن شاء الله بإذن الله مستنياك، يعني فاهم. حاول بس ان احنا يا جدعان، وطبعا انا بذكر نفسي قبلكم، نحاول ان احنا نكتر من الطاعات باي طريقه كانت. يعني انا مش هقول لك على حاجه معينه، حاول ان الشهر ده يبقى مختلف عن العادي بتاعك وبس كده. يلا على الفيديو. السلام عليكم يا شباب، يا رب الناس كلها تكون بخير. دلوقتي انا جالي اسئله كتيره. طبعا انا بقيت بعمل الفيديو من الاسئله اللي بتجيلي، يعني على حسب بحس ان اللي قدامي عايز ايه، فعلى هذا الاساس بعمل الفيديو. طبعا يعني بعمل شويه دراسات كده عشان اعرف اجاوب اجابه يعني منطقيه. دلوقتي ناس كانت كاتبه على اخر فيديو يا علي، دلوقتي هو مش كان البرسنتج احسن للهانتر والفلات احسن لسان جينو؟ وناس تانية بتقول لا، ده الفلات احسن للهانترز والبرسنتج احسن لسان جينو. طيب حاليا انا هتكلم يا جدعان على الهانترز. كل الهانترز عموما بالارتفاكتس بتاعتهم، بايه المفروض تبنيه عليهم عشان تطلع احسن نتيجه من الاخر. طيب خلينا نتكلم الاول ببرسنتج يا علي، ولا اتاك ولا فلات؟ يعني هل احط هنا اديشنال ديفense ولا احط هنا ديفense penetration؟ طيب بصوا يا جدعان، انا ممكن اقعد اشرح لكم الموضوع بالساعات، بس يعني انا عايز الخص الموضوع وابسطه على قد ما اقدر. بمنتهى البساطه، لو انت حطيت هنا ديفense وحطيت هنا اديشنال ديفense، الفرق ما بينهم هيبقى قليل قوي. في العادي ديفنس هنا كنسبه مئويه افضل من اديشنال ديفنس. حلو. طيب افضل بقد ايه يا علي؟ افضل بارقام قليله جدا كديفنس، واديشنال ديفنس افضل بارقام قليله جدا. طيب ايه اللي يفرق؟ يعني ايه احسن حاجه انا ممكن اعملها؟ احسن حاجه انت ممكن تعملها ان انت تحط النسبه تحت بمنتهى البساطه. طب ليه احنا بنحط النسبه تحت؟ عشان نبقى فاهمين، احنا بنحط النسبه تحت يا جدعان عشان نعرف نعمل لها بلس. شايف البلس 3 دي؟ هي دي اللي احنا عايزينها. الاثنين لما بيبقوا هما يعني لما بيبدلوا بعض بيبقى يعني مفيش فرق كبير قوي. انما هنا لما الديفنس برسنتج كنسبه تتحط تحت في السب ستات، الحته دي اسمها سب ستاتس، الحته دي اسمها مين ستات اللي مش عارف يعني. فلما نحط الديفنس كنسبه مئويه في السب ستاتس، بنعرف ان احنا نعمل له بلس، بيبقى في نسبه ان احنا نعمل له بلس. طيب لما نزوده بقى، النسبه المئويه اللي بتزيد اكبر بكتير من النسبه المئويه لو الاديشنال ديفنس هي اللي زادت. طب تاني بصوا يا جدعان، الموضوع يعني بسيط جدا، بس هو يمكن يكون في اوله بس غريب. طيب بص دلوقتي، انا عايزك تبص على الديفنس بنتريشن، الديفنس برسنتج دي نسبه مئويه وهي فوق. حلو. ودي اديشنال ديفنس وهي تحت، صح؟ طيب شايف دي احنا عاملين عليها بلس، احنا مزودينها هنا بلس 2، ودي زي ما هي، يعني المين ستات زي ما هي. طيب اللي انا عايز افهمه لك ايه؟ اللي انا عايز افهمه لك ان يعتبر ده نفس السيناريو متبدلين. هنا الفلات اللي هو الرقم الاديشنال ديفنس، وهنا ديفنس كنسبه، وعندنا هنا الديفنس كنسبه، وعندنا هنا الاديشنال ديفنس كفلات. يعني احنا مبدلين مع بعض. طيب الاقوى في الاثنين دول هي اللي فيها الديفنس النسبه تحت، لان لما بنزودها بيزيد مثلا بص 1.25% على الديفنس كله. يعني الزياده بتبقى 1.5، وفي اكتر بكتير طبعا كنسبه مئويه، بس 1.25 نسبه مئويه، 1.25% هتتضرب في الديفنس كليا، يعني هتتضرب في الديفنس كله. طب الاديشنال ديفنس هنا اللي هيزيد قد ايه؟ اللي هيزيد 180 بقى. طب يا جدعان تعالى نثبت حسابيا يعني بمنتهى البساطه. دلوقتي انا عندي الديفنس كام؟ 3 5 9 2 6، ده الرقم الديفنس بتاع توماس اللي عندي. طيب بص يا جدعان، دلوقتي احنا عندنا الرقم الاساسي ايه؟ احنا عندنا الرقم الاساسي بتاعنا اللي هو 300 ولا 359 35000 سوري 35926. طيب تعال نشوف ال 35926. حلو. طبعا ده بالزيادات كلها، بس يعني انا هعمله فرضا، يعني اللي هو ايه، عشان اوريكم الفرق في الاضافه عامل ازاي. طيب دلوقتي احنا عندنا زياده على الرقم ده كام في المية؟ هيزيد عليه 1.25%. طيب 1.25% من 35,000 يعني كام؟ هتعمل كده وبعدين هتعمل النسبة دي كده. حلو. دي النسبة اللي زادت 1.25%. طيب هنضربها في الرقم يطلع كام؟ 449. 449. انت متخيل الرقم ده 449 ده اللي هيزيد على الديفنس. طيب احنا عندنا اصلا في الديفنس البيس اللي عندنا. طيب الناحية التانية بقى عندنا الديفنس اللي هو هيبقى فوق، الديفنس كنسبه برسنتج فوق، والاديشنال ديفنس اللي هو كفلات تحت. طيب هنا برضو بلس 2، بس بص زايد عليها كام؟ 180. يعني ده الرقم الزياده اللي عليه. انما احنا لما حسبناه كان زياده عليها 449، يعني اولموست
يا دوب 450. فعشان كده يا جدعان خدها كده قاعده دايما، الاديشنال ديفنس الفلات ده لازم هيبقى فوق. ليه؟ عشان النسبه لما بتزيد باللي هو المحفزات اللي هي البلس دي بتبقى اعلى بكتير من لما الاديشنال ديفنس ده يزيد. هنا دي لما زادت ادت لنا 450، انما دي لما زادت اللي هي البلس 2 ادت لنا 180. فعشان كده دايما عامه بقى كده هو ده افضل شيء. طيب ده بالنسبه للكريت او اي ستات تانية، يعني محدش يجي يقول لي مثلا هل ده طب للديفنس بس ولا للاتاك بس، ده بالنسبه لاي ستات تانية، كريت، ديفنس، ديفنس بنتريشن، اديشنال ديفنس، اتش بي، كل حاجه المهم ان هي تكون النسبه بتاعتها تحت والرقم الفلات فوق. طبعا يا جدعان ما تنسوش السب، احنا عندنا احنا حاليا في الكريتر نتورك وبيجي لنا اكواد كتيره جدا، كل اللي عليك تعمله عشان تاخد الاكواد دي عامه كلها ببلاش، كل اللي عليك تعمله ان انت تسبورتني، اللينك تحت هتلاقيه في الديسكربشن، تربط الحساب بتاعك باللعبه وبس وتدوس سبورت على الاسم بتاعي عشان اقدر ان انا ابعت لك كل الحاجات اللي هي بتجيلي دي. مثلا يعني بص احنا عندنا كل الناس دي ال 69 بني ادم دول هبعت لهم الاكواد كلها دلوقتي. بص يقول لي 69 ابعت لهم الاكواد، 63 سكسسفول، 6 فيل، 6 دول عشان هم اوريدي انا بعت لهم اللي في الاول، الستة اللي في الاول انا بعت لهم، ففي 63 واحد الحمد لله بدأنا بستة دلوقتي 63 في 63 واحد يا جدعان جالهم الكود بنجاح. وطبعا الموضوع مش هيتوقف على ده بس، في اكواد تانية هتيجي، يعني هي ميشنز، كل ما انا بسلم ميشن كل ما بيجي لي اكواد تانية، فان شاء الله باذن الله في ميشن جديده احنا عملناها وهيجي لنا الاكواد بتاعتها في اقرب وقت. وهحاول ان انا اخلي الموضوع ده كل يوم، يعني انا كل يوم ابعت الناس اللي هي اللي ما جالهاش حاجه يوم جاي لها الكود. فلو انت عاجبك الفيديو وعايز تدعمني، ابسط حاجه ان انت تعمل لي سبورت على الكرييتر نتورك وبس كده. يلا نرجع الفيديو. طب يا جدعان دلوقتي ده بالنسبه للستاتس دي. طيب يا علي انا عايز ابني الشخصيات. طب يا معلم في شخصيات كده معينه هي دايما بتتبني بنفس الطريقه، كل حاجه فيها واحده، فعشان انجزك برضو وما اخليكش ان انت تبقى قاعد زهقان احاول ان انا ابسط لك واجمع لك كل الشخصيات اللي بتتبني بطريقه واحده. طب يا جدعان عشان نعرف احنا هنبني ايه لازم نعرف الدور بتاع الشخصيه اللي قدامنا دي دورها ايه. يعني هل مثلا هي دورها ان هي تهجم فتعمل ضرر، ولا هي دورها ان هي تبريك، ولا ان دورها ان هي تقوي سان جينو او تعمل له سبورت او تعمل لاي هانتر تاني سبورت عشان تقويه هو وهو اللي يعمل ضرر. طيب اندريس احنا عارفين هو اتاكر بس في نفس الوقت بيسكيل من الديفنس. طب هل كل اللي بيسكيلوا من الديفنس بنفس الطريقه كده اتاكرز؟ لا مش كل اللي بيسكيلوا من الديفنس. سكيل من الديفنس يعني ايه؟ يعني قوته بتزيد لما بتديله ديفنس، تديله دفاع يبقى اقوى، تديله ديفنس الطاقه اللي هو بيديها او الضرر اللي بيعمله يزيد. طيب جو جينيو برضه بيسكيل من الديفنس، يعني برضه بيزيد لما انت بتديله ديفنس، بيبقى اقوى لما بتديله ديفنس. بس في نفس الوقت دور جو جينيو مش زي دور اندرياس، الاثنين دول دورهم مختلف تماما عن بعض. طيب خلينا مثلا نقول جو جينيو. جو جينيو نوعه ان هو بريكر. بريكر يعني ايه؟ يعني هيكسر الشيلد اللي قدامك، فانا عايز ابنيه على اساس ان هو بريكر. فاحسن حاجه للبريكرز عموما هي الفول سيت جريد. الفول سيت جريد دي يا جدعان احسن حاجه للبريكر. ليه؟ لانها بتقوي البريك دامج بنسبه 30%، فده رقم كبير جدا. مش بس كده، كمان بتزود الكريت هيت ريت ب 15% والكريت هيت دامج بنسبه 30%. فاحنا كده وفينا شروط ان جو جينيو يبقى سبورت كويس جدا في الفريق، في اي فريق يتحط فيه، لان احنا حاطين عليه الجريد سيت الكامله. طبعا الجريد سيت الكامله. طيب انهي ستات احطها على الجريد سيت؟ طبعا اي ستات فيها ديفنس، اي حاجه تحمل اسم ديفنس فيها هتبقى كويسه جدا لجو جانيو. طيب عايزين نتكلم على الكريت هيت ريت والكريت هيت دامج. طبعا انت لازم تهتم بالكريت هيت ريت والكريت هيت دامج ده كده كده. لو جيت هنا مثلا هتبص تلاقي ان الكريت هيت ريت بتاع جو جانيو 11058 وهو اصلا معدي ال 50% بكتير، والكريت هيت دامج بتاعه طب 200. طيب دلوقتي يا علي احنا ليه رافعين الكريت هيت ريت بالنسبه المهوله دي؟ يعني على حد علمي مش الكريت هيت ريت ده انت بتوصل 50% من لو عندك 4500، يعني انت لو عندك 4500 نقطه في الكريت هيت ريت توصل ل 50%. طب انت ليه رفعوا ال 11000 كده؟ هل انت مبذر؟ لا يا جدعان هو الموضوع ملوش علاقه خالص بان انت تبقى يعني مبذر او ان انت حاطط ارقام كده بلا هدف. لا الفكره كلها ان احنا حاطين الرقم ده لان احنا لما بنخش بوسات معينه او دنجنز معينه في حاجه هيدن كده مخفيه في البوس اللي قدامك بيقلل الكريت هيت ريت بتاعك، فانت تبقى تقول ايه ده، هو انا ليه ما بعملش كريت دامج؟ يعني انا حاسس ان انا المفروض اعمل ضرر اكتر من كده، بس في نفس الوقت انا حاسس ان انا الشخصيه بتاعتي دي ضعيفه بس قدام بص تاني قويه عادي. ليه؟ لان انت مش مهتم بالكريت هيت ريت بتاعه، فالكريت هيت ريت بتاعه انت سايبه مثلا 4000 ونص ولا 5000، فانت بتقول خلاص هي كده كده مش جايبه همها، الرقم مظبوط 50% اهو مش هيزيد اكتر من كده. لا يا جدعان هي الفكره ان احنا بنزوده عشان لو قل ما يقلش عن ال 50%.
فهمت الفكره؟ في بوستات كتيره جدا هتحط عليك افكتات هتنزل الكريت هيت ريت بتاعك، فتبص تلاقي ان انت بدل ما تعمل ده مثلا دامج معين او بتعمل كريتات كتير، تبص تلاقي انت الكريت بتاعك مثلا 15%، مع انك عندك كريت هيت دامج 200% بس ما بتوصلوش. يعني انت مش عارف ان انت توصل للرقم ده. فابسط حاجه يا جدعان، حطوا في الكريت هيت ريت رقم كبير عشان تعرف ان انت لما تخش لاي بوست لو نزل لك الكريت هيت ريت بتاعك لاي سبب ان كان، او نزل الكريت هيت بتاع الفريق لاي سبب، تعرف ان انت تكون عامل احتياطاتك عشان تعمل الدمج الكافي وتجيب ال 50%. طيب احنا قلنا هنا ان هو كبريكر سبورت هيتحط له جريد، ده حقيقي كبريكر سبورت هيتحط له جريد يا جدعان، وهنركز على الاديشنال ديفense والديفense برسنتج هتبقى في النص، واتش بي بقى عادي، ديفنس بنتريشن عادي، كل الستاتس دي عاديه جدا، بس اهم ستاتس هي الديفنس. طيب الكريت هيت ريت والكريت هيت دامج طبعا لازم نركز عليه جدا. طب هنرفع الكريت هيت ريت يعلي الكريت هيت دامج الارقام الكبيره دي ازاي؟ منذ نزول الكورز يا جدعان، يعني ابسط طريقه عندك ان انت ترفع بيها ارقام كبيره. يعني مثلا انت عندك كريتيكال هيت دامج هنا 4700، عندك ديفنس بنتريشن هنا 4700، انا ممكن اشيل الدامج دي واحط بدلها كريت هيت ريت، بس انا مش عايز اعمل كده لان حاليا ملهاش لازمه. يعني انا اوريدي الكريت هيت ريت بتاع جينيو عالي جدا، يعني انا مش محتاج ان انا اضيف له كريت هيت ريت تاني، فبدلتها بايه؟ بدامج انكريز. دامج انكريز من احسن الستاتس اللي تبص عليها بعد الاتاك والكريت هيت ريت والكريت هيت دامج، بعد الثلاث حاجات دول دامج انكريز دي اكتر حاجه يعني بتودي الشخصيه بتاعتك في حته ثانيه خالص. فالدامج انكريز يا جدعان بعد لما انت توصل للكريت هيت ريت والكريت هيت دامج اللي انت عايزه قويه جدا جدا جدا. طيب ده بالنسبه لجينيو زي ما قلنا فول جريد سيت. طب بالنسبه لاندرياس، اندرياس برضو بيسكيل من الديفنس بس في نفس الوقت هو دامج ديلر. طيب دامج ديلر معظمهم بيبنوا حاجه بسيطه جدا، يا بيبنوا فول كيرس يا بيبنوا 4 كيرس و4 اوبسيديان. طيب الكرس بتعمل ايه؟ الكرس بتعلي الدمج بتاعك على مدار الجيم كلها، بيقعد يزود الضرر بتاعك، بيقعد يعد، كل لما الوقت بيعد كل لما انت هتاخد دمج زياده. طب والاوبسيديان؟ الاوبسيديان بيديك من اول ما تنزل 60% دمج زياده، فالاوبسيديان مهمه جدا جدا لاي حد بيعمل دمج كبير جدا. فهتلاقي ان دايما احنا عندنا 4 بيس كرس و4 بيس اوبسيديان، دي اللي هي الاوبسيديان يا جدعان. طبعا بناخد الستاتس المناسبه للشخصيه، ما عندكش مش مشكله هتجيبها، يعني في النهايه هتجيبها. طيب عندنا هنا الكرس زي ما قلنا بتقوي، والاوبسيديان برضو في نفس الوقت بتقويك جدا. فالست دي هتلاقي معظم الاتاكرز اللي بيعملوا ضرر هتلاقي عندهم الست دي. طيب تشا يا علي، تشا بتعمل ضرر وانت فعلا فيها الفور كيرس زي ما انت قلت، دي اللي هي الكيرس بس فيها اكسبرت. طيب ليه الاكسبرت هنا يا جدعان حاطينها ومش حاطين الاوبسيديان؟ الاكسبرت برضو بتزود الاتاك وبتعلي الباور بتاعك اللي انت بتهزم بيه اي حد قدامك. طيب ليه ما زودش دي باوبسيديان؟ بمنتهى البساطه على حسب اللي انت عايزه، يعني مفيش قاعده ثابته دي احسن من دي، بس هقول لك ليه احنا بنختار دي وليه احنا بنختار دي. طيب الاكسبرت يا جدعان احنا بنختارها لو احنا داخلين فايت والفايت ده مطول، انت قاعد انت مطول حلو، يعني انت قاعد شويه، دي هتاخد وقت على بال ما توصل لاقوى حاجه، ودي هتاخد وقت على بال ما توصل لاقوى حاجه. ده بالنسبه للاكسبرت. طب الاوبسيديان لا، الاوبسيديان انت نازل قوي من اول منزل، انت نازل قوي من اول منزل. طيب ايه الاقوى في العموم؟ طيب على حسب الموقف، يعني على حسب الموقف اللي انت فيه، انت محتاج ان انت تموت اللي قدامك بسرعه، دي لازم تبقى معاك. طيب انت لا، انت بتضرب في بص وتقعد تدوج وبتاع مش عارف ايه ومعاك وقت، كده انت لازم تفضل معاه قاعد كتير، فلا هتحط اكسبرت لان انت هتفضل قاعد مع البوس اللي قدامك فتره طويله، فكل ما تزيد كده انت مستني الكيرس هتعلى، مايت از ويل يعني بالمره تحط معاها الاكسبرت عشان تقويها. وطبعا بتفرق يعني على حسب مين اللي الكريت عنده مناسب بالنسبه لك، لان الاكسبرت بتشتغل لما انت بتعمل كريت، يعني لازم تعمل كريت فاهم. فلو انت عندك شخصيه انت مش باني عليها كريت ما تحطش عليها اكسبرت فاهم. بالنسبه لتشارلت برضه نفس الفكره، هتبني عليها 4 كيرس و4 اوبسيديان، وبرضه زيها زي توماس برضه بيسكيل من الديفنس او بتسكيل من الديفنس، فبنبني عليها حاجه بتعمل دامج عموما لان هو ده الحاجه اللي هي متميزه بيها. طيب 4 بيرنينج كيرس و4 بيرنينج 4 اوبسيديان برضه بيسز. طيب حاجه زي هاربر هنا يا جدعان هتسكيل من برضه نفس الحاجات، لا هاربر بتسكيل من الاتش بي، فهيبقى زيها زي جينيو، لازم هتسكيل من الاتش بي، هتحط لها نفس الست، هي برضه هتعمل بريك وهتحط لها نفس الست، بس بدل ما انت تركز هنا على الديفنس لا انت هتركز هنا على الاتش بي برسنتج. طبعا يعني هي عندي انا مش بانيها هنا، فخلينا نبص على الجراف بتاع الشخصيات اللي انا اصلا بانيها. طيب نفس الست بالظبط 8 قطع من الجريد، بس هتركز فقط على الاتش بي، يعني اي حاجه فيها اتش بي فلات اتش بي هتحطها فوق، واتش بي برسنتج هتحطها تحت بس كده.
وما بنبنيهاش دامج يا جدعان، لان هي يعتبر ما بتعملش اصلا اي دامج. نيجي على السبورتات، والسبورتات هنا محفوظين هم مين يا جدعان، ويعتبر كل السبورتات مع بعض يعني ممكن يتعملوا بنفس الحاجه، ممكن يتبني لهم نفس الحاجه. طيب مين السبورتات اللي انا بتكلم عليهم؟ السبورتات اللي انا بتكلم عليهم هو مينج وميلين وهانسي وايلا وجينا. كل السبورتات دول هيتبنوا بنفس الطريقه، وينفع تحط لهم نفس الارتفاكتس اللي انت ممكن تحطها مثلا لمينج اللي انا عامله ده هنا. طيب احنا عندنا هنا فعلا سيتس كتيره. خلينا نبدا مثلا حاجه لطيفه جدا من احسن البلدات اللي موجوده، وهي الجارديان والسايلس بلاسنج. طيب الاثنين دول يا جدعان كويسين على معظم السبورتات. ليه؟ لان اول ما بيبقى فيه شيلد في الموضوع، وتاكد ان السبورت انت تحط عليه الاثنين دول يبقى بيقدر ان هو يدي شيلد. اول ما بيبقى فيه شيلد بيديك 10% دامج انكريز لاي شخصيه عليها الشيلد ده. فعشان كده لو فكرت مثلا معظم السبورتات بتدي شيلدات، فبمجرد ما يديك شيلد هيديك ال 10% دامج انكريز. والسايلس بتدينا اكبر يعني نسبه انا شفتها في الاليمنتال دامج انكريز، بتدينا 15% اليمنتال دامج انكريز. يعني لو انت لايتنج وبتضرب حد عنده ويكنس لللايتنج هتعمل فيه ضرر اكتر لو انت عامل السايلس بلاسنج. طيب يا علي انا محتار مثلا مش عارف ابني ايه، او مثلا اللي هو يعني اللي هو محتار ما بين حاجه وما بين حاجه. بص لو انت محتار روح على البليسنج دايما. بيرنينج بليسنج يا جدعان قويه بشكل بشع. بيرنينج بليسنج يعتبر هتفضل مديك 20% دامج انكريس طول ما انت في الجيم يعني. فالديوريشن بتاع ال 10 ثواني دي، او اللي هو الكول داون بتاعها 15 او 20 ثانيه، يعني لما تنزل اصلا بيها هتلاقي انه لا يعتبر دايما موجوده، يعني دايما شغال. 25% رقم برضو مش قليل يعني، 25 ثانيه رقم مش قليل. فال 20% دول كويسين جدا. ده غير ان هو بيرجع شويه اتش بي بس، يعني بغض النظر عن الاتش بي اللي هو بيرجعه، حته ال 20% دامج انكريس دي كويسه جدا على اي سبورت، لان هيديها للي بعد. فكويسه جدا على اي سبورت، وينفع تتبني على كل حاجه. الثمان قطع من البيرنينج بليسن يعني هتلاقيها بتتبني على كل السبورتات عموما. طيب هتلاقيني هنا حاطط نوبل ساكريفايس وحاطط سايلس. سايلس طبعا عشان سايلس هتديني 15% elemental damage increase لو انا لايتنج واللي قدامي لايتنج، او ايا كان يعني انا نوع الدمج واللي قدامي نفس نوع الويكنس يعني. وحاطط هنا نوبل ساكريفايس. طيب ليه حاطط هنا نوبل ساكريفايس؟ بمنتهى البساطه عشان نوبل ساكريفايس بتدي شويه اتش بي، وبتدي 8% اتاك انكريز للفريق كله. انا بحس ان ال 8% دي يعني حاجه ببلاش كده، فاهم يعني رقم لطيف. بس لو جيت قلت لي مثلا 8% و15% بتاعت اللي هي الست دي، ولا تحط البليسنج، يعني هنا بقى اقول لك في معظم الوقت البليسنج هتبقى احسن. يعني في معظم الوقت البليسنج هتبقى احسن، بس لو انت عارف انت بتعمل ايه، وعارف ان انت لا ال 8% الاتاك دي بالنسبه لي انا محتاجها اكتر بكتير من مثلا من الدامج انكريز، هي وال 15% انا حاسس الكومبو ده احسن من ال 20% في معظم الوقت. يعني لو انت عارف انت بتعمل ايه وده فعلا اللي انت محتاجه، هيبقى احسن بكتير. يعني انا هنا ده شغال على مينج احسن من البيرنينج بليسنج الفول سيت. نيجي على حاجه زي اكاري يا جدعان. هل اكاري هنبنيها زيها زي معظم السبورتات اللي انا لسه قايلهم؟ لا، اكاري هنا يعني مختلفه شويه، لان الالتيميت بتاعتها رخمه قوي، هي بتاخد وقت عقبال ما الالتيميت بتاعتها ترجع، فبنضطر ان احنا نحط لها سيتس معينه جدا. يعني كمثال اكاري احنا معظم الوقت بنحط لها السيت بتاعت ال1 هيت كيل، عشان الوان هيت كيل عندها الالتيميت سكيل كول داون بتقللها بنسبه 40%، وده الصراحه بيظبط شويه اللعب باكاري. بس هرجع واقول لك لا، يعني ده في حاجه برضو افضل لو انت ما عندكش الوان هيت مثلا، او عايز تستخدمها بطريقه تانية. ممكن نستخدم برضو الدستروير برضو بتشتغل كويس جدا معاها. الدستروير عامه بتزود الباور جيج اكوزيشن ريت بنسبه 20%، يعني من الاخر بتقربك من ان انت تجيب السكلايه، مش بتقلل الوقت بس بتقربك ان انت تجيب السكلايه، وبيشحنها في اول الفايت بنسبه 50%. يعني زي ما انتم شايفين احنا حاولنا نبني هنا اكاري عشان او بناء على هي ضعيفه في ايه، او بناء على مشكلتها ايه. فالسيتس دول كويسه جدا سواء هتبني ديستروير او هتبني وان هيت كيل، الاثنين كويسين جدا. طيب دول 4 سيتس، يعني 4 سيتس من دول. طيب ايه تاني هبنيه معاها؟ الفور سيتس التانيين الاكسسوري سايلس طبعا. سايلس بليسنج كويسه جدا جدا، هتلاقي ان سايلس بليسنج تتبني مع معظم السبورتات. سايلس بليسنج يا جدعان يعني كويسه بشكل كبير جدا. الايتم دي من احسن الايتمز اللي انت هتلاقيها في اللعبه، عشان حوار ال 15% الانكريز بتاعه الاليمنتال دي. بما ان احنا هنا على مينج، برضه عايزين نتكلم ان مينج ليه انت بتبني له كريت هيد دامج؟ لان بمنتهى البساطه بيقول لك في الالتيميت بتاعته ان انت اي كريتيكال هيد دامج هيزيد عن
الاساسي بتاعه، يعني هو الاساسي بتاعه ايا كان 50% او 100%، اللي هيزيد عن الرقم الاساسي ده 40% منه هيزيد تاني. يعني انت فاهم الفكره؟ يعني احنا مثلا مزودين مينج ب 100 مثلا، 100% كريتيكال هيت دامج زياده، فهناخد 40% من ال 100% اللي هي 40% يعني، وهنحطها عليها زياده، يعني هيبقى الزياده بدل ما هي 100% تبقى 140%. من الاخر ابني عليه كريت كتير، لان الالتيميت دي بتعمل للتيم كله، فحاول على قد ما تقدر ان انت تهتم بالكريت هيت بتاع مينج. طيب نيجي هنا على اليشيا. اليشيا هتتبني ازاي؟ هتتبني زيها زي تشا، هتبني برضو 4 بيس كيرس و4 بيس اكسبرت، او ممكن تحطهم 4 بيس اوبسيديان. بس في الحالتين الاتاكرز دول بالذات، يعني اللي هو اليشيا وتشا، بنفضل ان احنا نحط عليهم الاكسبرت والكرس عشان السكيل بتاعهم ان هم طول الفتره بتاعه الفايت يفضل القدره بتاعتهم تبقى اقوى عشان يجيبوا الكلايه في اخر الجيم. فاليشيا وتشا نفس الفكره، 4 بيس كيرس و4 بيس اكسبرت، بس هتهتم بالاتاك لان هم بيسكيلوا من الاتاك بتاعهم. هتبص هنا هتلاقي كل حاجه، اي حاجه اتاك احنا مهتمين بيها، اديشنال اتاك واتاك برسنتج، كريتيكال هيت دامج ده كده كده، وفيها اتاك برضو. يعني الاتاك مهم بالنسبه للشخصيات زي اليشيا وتشا. طيب ولو لسه بنستخدمه بعد جوتو، يعني دي حاجه انا ما حبذهاش خالص، هنبنيه طبعا نفس الست اللي انا حاططها دي، سوليد اناليسيس، او هتبنيه طبعا فول بيرنينج جريد، لان هو كده كده بريكر، والبريكرز احسن حاجه ليهم الفول بيرنينج جريد. فدي 8 ست 8 فول بيرنينج جريد، او 4 سوليد اناليسيس و4 سايلس بلاسنج. شوي ما زال يعني بيستخدم يعني دي حاجه انا بستغربها جدا، يعني شوي لسه يا جدعان بيستخدم. اول كاركتر نزل في اللعبه، اول هانتر نزل ان انت تسحب عليه اكسكلوسيف، لسه بيستخدم في اللعبه، ولسه ليه مكان. مش اقوى دامج ديلر ومش اقوى حد، بس لسه بيستخدم. شوي هتستخدم عليه برضو زي اي اتاكر، هتستخدم عليه 4 كيرس او 4 اوبسيديان، او لو انت عندك الست الاتاك هنا يعني انت مروق عليها جامد، فاستخدم ارمد. ارمد برضو لسه كويسه جدا لانها بتعمل دامج اجنور، بس هو كده كده اصلا الكت بتاعته فيها دامج اجنور، يعني الكت بتاعته فيها ديفنس بنتريشن، او اللي هو بتقلل الدفاع بتاع اللي قدامك عشان تعمل دامج اعلى، فهي كده كده فيها. فانت ممكن تحط 4 كيرس 4 اوبسيديان 4 كيرس 4 اكسبرت، ممكن تحط 4 ارمد وبرده و4 اوبسيديان او اكسبرت، يعني على حسب المناسب او الموجود عندك ايه استخدمه. بس يعني هي ارمد شغاله، والكيرس برضو، بس طبعا الكيرس هتبقى اقوى شويه من الارمد. بيك يونهو العادي هو بريكر برضو، فهنستخدم عليه الفول سيت بتاعه الجريد. انا كده انا مش بنيها بس هنا، بس هنستخدم عليه فول سيت جريد. اي بريكر زي ما احنا قلنا بنستخدم عليه الفول سيت جريد، يعتبر احسن حاجه موجوده ليه. بالنسبه لبيك يونهو الوحش، لو برضو حد لسه بيلعب بيه، هنستخدم 4 كيرس و4 اكسبرت برضو نفس الفكره، عشان هو دامج ديلر وبيعمل دامج. سيو كبريكر يا جدعان هنستخدم عليها برضو الفول سيت جريد عشان هي بريكر، وممكن تستخدم عليها برضو سوليد اناليسيس، بس يعني هي اصلا ما بقاش ليها مكان في الميتا قوي يعني السيو دلوقتي. اماميه اتاكر فهتستخدم عليها 4 كيرس و4 اكسبرت. يو سوهان يعني ما بقتش موجوده في الميتا كاتاكر، هي موجوده كسبورت، فكسبورت هنستخدم معاها حاجات برضو بتدي سبورت للفريق كله. بس عامه لو عايز تبنيها، يعني هي الست بتاعها برضو نفس الفكره، هتبقى 4 بيس كيرس و 4 بيس اكسبرت او اوبسيديان، بس هي حاليا يعني احنا بنستخدمها كسبورت، مش بنستخدمها كدامج ديلر عموما يعني. فاي ست سبورت معاك حتى لو هتحط عليها بيرنينج بليسنج برضه هتشتغل عادي، يعني مفيش مشكله. نيجي هنا عندنا ايسيل يا جدعان، بتتبني بريكر ففول بيرنينج جريد، وفي نفس الوقت هي بتعمل دامج، فانت بتركز على الاتاك، الاستاس الاتاك بتاعتها، فتبنيها كانك بتبني اتاك دامج ديلر عادي جدا، يعني تبنيها كانك بتبني برضه توماس، بس في نفس الوقت هتبنيها بيرنينج جريد عشان البريك افكت بس مش اكتر. وكانا هنا برضو نفس الفكره، هتتبني اتاكر برضو فول سيت كيرس، او لو انت مش عايز تعمل فول سيت كيرس هتبنيها 4 سيت كيرس و4 سيت اوبسيديان او 4 سيت اكسبرت. وبرضو ممكن برضو تستخدم نص ونص، يعني على حسب لو انت مش مكمله معاك، يعني مش كل الناس هتبقى معاها السيتس كامله، يعني لو انت مش كمله معاك ممكن مثلا تستخدم نص كيرس، يعني 2 بيس كيرس و2 بيس اي حاجه تانية، حتى لو 1 هيت كيل مثلا. بس الافضل حاجه ليها هي الفور كيرس والفور اوبسيديان او الفور اكسبرت. وصولا ليام برضه هتستخدمه، يعني معظم الوقت ليام بيستخدم كاتاك، هو بيبف الاتاك، هو بيزود الكور اتاك بتاع الشخصيه، بس يعني الصراحه يعني في شخصيات كده ما بقتش بتستخدم قوي، فما بقاش الناس مركزه عليها بشكل كبير. بس الى حد ما برضو ليام لطيف، لو عايز تبنيه هتبنيه كبريكر فول سيت جريد اللي هي البيرنينج جريد. لو عايز تبنيه كدامج جيلر هتعمل 4 سيت كيرس و4 سيت اكسبرت او اوبسيديان. فيعني انت فاهم الفكره، انا بحاول ابسط لك الامور عشان تعرف انت من نفسك تبني اي شخصيه، تبقى فاهم
ليه بيتحط ده هنا، فاهم الفكره؟ يعني شرحت لك في الاول الستاتس وبعدين قلت لك ده بيتحط له كذا، ده بيتحط له كذا، عشان انت تبقى فاهم من نفسك، ما تحتاجش حد، ما تحتاجش حاجه، انت تبقى عارف ازاي تبني اي شخصيه نزلت مهما كان. وصولا لدونج سو يا جدعان، يعني الشخصيه دي قريب وهيلغوها من اللعبه. انا حاسس ان الشخصيه ملهاش اي ثلاثه عايزه. هو كل فكرته ان هو بيشيل الشيل. عايز تبنيه يعني ابنيه برضو بيرنينج بليسنج، عشان على الاقل يبقى له لازمه، يعني على الاقل يبقى ليه هدف. يعني بيرنينج بليسنج عشان يعمل سبورت شويه بالارتفاكت اللي بعديه، فاهم؟ انما انت مستحيل تبنيه اتاك لان هو ملوش لازمه، مستحيل تبنيه دامج ديلر لان هو ملوش لازمه، مستحيل تبنيه بسكيل من الديفense. يعني دونج سو محتاج ريميك، دونج سو محتاج ريميك بجد. يعني الشخصيه دي مالهاش 60 لازمه. نام دي يا جدعان كبريكر حلو جدا جدا جدا. الاس ار بريكر الوحيد اللي بيستخدم هي نام، شخصيه قويه جدا بتعمل بريك خرافي. الشخصيه دي حلوه يا جدعان، يعني استخدمناها ان احنا نعدي بيها بصات كانت رخمه جدا، وهي ووتر اليمنت، فكووتر وبريكر حلوه جدا، احسن من سيو، احسن من سيو، ما تتكلمش، هي احسن من سيو. وشخصيه زي ما احنا قلنا قويه جدا. لو عندك اي استفسار اكتب لي تحت في الكومنت طبعا، ولو عجبك الفيديو اشترك في القناه ودوس لايك. احنا ان شاء الله باذن الله بنجاوب على معظم الاسئله اللي في الكومنتس، وانا بعمل الفيديوهات بناء على ارائكم والكومنتس بتاعتكم، واللي طبعا بيشجعني ان انا اكمل، ان انا اشوف ناس حاسس ان هي استفادت من الموضوع، ودي اهم حاجه. ما تنسوش تدعوا لي دعوه حلوه، وكان معاكم علاوي، وشكرا ليك.